بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعرفكم ازاي تحسبوا ميعاد الولادة لأي سيدة حامل. تمام؟ انت بتروحي للدكتور في اول حمل بتسأليه يا دكتور انا هولد امتى؟ فالدكتور بيقول لك ميعاد الفلاني. طب هو بيحدد الكلام ده على اساس ايه؟ على اساس حاجتين، لازم تكوني عارفة ميعاد اول يوم في اخر دورة نزلت عليكي، وطبعا لازم تكون الدورة منتظمة في الايام والكمية وفي المواعيد بتاعتها، ولازم تكوني يفضل ما خدتيش حبوب منع الحمل قبل حدوث الحمل لمده 3 شهور. بالطريقه دي بنقدر نحسب ميعاد الدقيق للاخر التاسع اللي هو ميعاد الولاده، وبنقدر نحسب طريقه اخرى اللي هو السونار، ان احنا بنعمل سونار مهبلي اول 3 شهور، ده بيحدد تاريخ الولاده بدقه اول 3 شهور. طبعا لازم تكوني فاكره زي ما قلت لك متاكده من اول يوم في اخر دوره، وهقول لك ازاي تحسبي اخر التاسع بدون كلكعه او بدون حسابات صعبه. هنفترض ان اول يوم في الدوره جت كان يوم 1 يناير، احنا بنزود على الشهور 9 شهور، يبقى لو قلنا اخر دوره كانت 1/1 يبقى اخر التاسع هيبقى في شهر 1 و9 يبقى 10، يبقى شهر 10، وبنزود 7 ايام على الايام يبقى 1 و7 يبقى 8، يبقى اخر التاسع ان شاء الله هو 18. طيب في طريقه ثانيه ان انا بدل ما ازود 9 شهور اطرح 3 شهور من الشهور، يبقى برضو لو شهر 1 هطرح منها 3 شهور راجع للخلف، هتبقى شهر كام؟ 10 برضو بالظبط. يبقى انت اخر التاسع بتاعك احنا زي ما قلنا هيبقى 8 10، وكل يوم 8 في الشهر بتتم شهر، بتعد الشهر بتاعك كل يوم 8، يبقى 8/2 ده اول شهر، 8/3 ده الشهر الثاني، 8/4 ده الشهر الثالث. لو حبيتي تبتديها من الاخر هيبقى احنا قلنا 8/10 ده اخر التاسع، يبقى 8/9 ده اول التاسع، 8/7 ده اول الثامن. بطريقه الحساب دي بنحسبها بالشهور. طيب حساب الاسابيع بقى بيبقى فيه تركه بسيطه كده بتلخبط السيدات كلها او الازواج كلهم، ان الثلاث شهور مش 12 اسبوع، يعني لما نضربهم بالحساب كده يطلعوا 12 اسبوع، لكن هم مش 12 اسبوع في حساب العمر في الحمل، هم 14 اسبوع، يعني الشهرين ب9 اسابيع مش ب8 اسابيع. فبدايه الشهر الرابع عند الاسبوع ال14، وبدايه الشهر الخامس عند الاسبوع ال18. الحمل كله تقريبا 40 اسبوع، وبدايه الشهر التاسع عند الاسبوع 36، يبقى اما توصلي ل 36 اسبوع بالاسابيع بتبقى انت وصلتي لاول التاسع. عشان كده بفضل ان السيدات او الازواج ما بيحسبوش العمر بالاسابيع، الدكتور هو اللي بيحسب الاسابيع، لكن السيده تحسبها بالشهور، وكل يوم كذا في الشهر بتتمي شهر. ربنا ان شاء الله يتم ليكم على خير ويرزقكم الذريه الصالحه، ولا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.